تحدثنا عن جغرافية الموصل وحوض حمرين وأيضا شمال بيجي، كانت هاي جغرافيا أيضا. نعم. هذه الجغرافيا جغرافيا حوض الثرثار اللي الآن الثقل الأكبر طبعا على الأبطال اللي ما حد يذكرهم نهائيا سرايا السلام، اللي هم يعني يمسكون 60 كلمة. نذكر طبعا لا شوف يعني وسائل الإعلام، معظم وسائل الإعلام ما تركز على هؤلاء الأبطال اللي عددهم أكثر من 15,000 ويمسكون أكثر جبهة بحدود 61 كيلومتر، وخاضوا معارك مهمة شرسة خلال الفترة الماضية، وأمنوا حوض الثرثار بكاملة من الإسحاقي شمال بغداد إلى غرب تكريت، في منطقة يعني رهيبة وكبيرة واسعة، خط اللاين غير خط اللاين، كسارات، وجنوبا إلى وصولا إلى منطقة الإسحاقي. هذه المنطقة حرمت داعش تماما من الحركة، وهي حلقة الربط بين الأنبار وبيجي. شوف أي تراخي بهذه المناطق تلاحظ رأسا نسمع أن معارك قد حصلت. لماذا؟ لأن داعش تريد هذه المناطق، تريد أن تكسر هذا الحاجز اللي يربط بين يعني المنطقتين جنوبا وشمالا. شمالا بيجي، جنوبا مباشرة ندخل إلى الفلوجة.